السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة اهلها ملهمش لا في الطور ولا في الطحين، ناس غلابة. بيلاقوا جثة شوال طافية في المية، لكن بيكتشفوا ان لسه فيها الروح وبتلعب، فبيعالجوه بالنمل ويلفوه لحد ما يستوي وكأنه مومياء. وبعد شهور فرقة مسلحة بتهاجم القرية وتفضل تقتل في اهلها، لكن شوال بيسمع صريخهم. واحد من المسلحين خلاص هيقتل امه وابنها، لكن شوال بيظهر ويبدأ يقتل فيهم، لكن بيحاولوا يحرقوه، لكن النار ما بتحرقش المؤمن. وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيسأل سؤال بديهي: ما انا مين؟ لكن بيظهر له عيل ويقول له: والعشرة دول لا اعرف لك انت مين. وبيظهر شوال بعد 30 سنة في محطة مترو، وبيركب المترو وينام وكأنه شحات. لكن فجأة المترو بيقف وفرقة بنات مسلحة بتستولى عليه، لكن فجأة بيظهر ضابط شرطة من وسط الركاب ويهاجم بنت منهم، لكن بيقرب منه شوال ويحطه في شوال ويعلن للركاب ان هو دلوقتي خلاص بقى قائد المترو. وبيقتل واحدة من الركاب قدام الكاميرا علشان يبين لوحدة التحكم ان هو جد. وبتيجي نهال قائدة القوات الخاصة وبتتفاوض معاه، وبيطلب حضور وزير الزراعة، شكله عايز يزرع شعر. وبيوصل فعلا وزير الزراعة وبيقول له: شوال خلال السنة اللي فاتت بس انتحر 10281 مزارع بسبب الديون والفايدة الكبيرة اللي البنوك بتاخدها على قروض القرارات. وبيقول له: في راجل اعمال هيتصل بيك علشان يدفع عليه فلوس. وبيروح على رهينة معاه في القطر اسمها علياء ويقول لها: اتصلي بابوك اللي هو خال رجل الاعمال الفاسد اللي في جنازة واحد هو اللي قتل، لانه مرضاش يوافق له على وجود مصنع هيسمم الهواء والمياه في المنطقة. ولما بيعرف ان بنته رهينة بيكلم وزير الزراعة ويقول له: بنتي رهينة في المترو، وان هو مستعد يدفع الفلوس عادي. وشوال بيكلم نهال ويديها رقم الحساب اللي هتحول عليه. والبنت علياء بتتعصب عليهم لانهم لصوص وقتلة، لكنه بيوضح لها ان اللص هنا هو ابوكي، لان نظام القروض اللي اداله الفلوس دي في ثانية نفس النظام ده مات بسببه ابو خوخ البنت اللي معاه، اللي المطر بوظ له محصوله. وبعتوله ناس تهينه قدام مراته وبنته لان هو اتاخر في سداد اقساط القروض، وقلعوه هدومه وخدوا منه القرار، وده كان كفيل ان هو يخليه ينتحر، لكنهم ما اكتفوش بموته وهانوا مراته جنب جثته، لكن بنته قتلت واحد منهم وحبسوها. ودي مش قصة ابو خوخة بس، لكن قصة الاف المزارعين اللي انتحروا بسبب قروض البنك، رغم ان نفس البنك ده بيدي لابوكي قروض من غير حساب. الفلوس دي هي فلوس الشعب وهترجع للشعب، واحنا مش قتلة لان الولية ما ماتتش، دي شغالة معانا. وبالفعل بيتم تحويل الفلوس، لكن الشرطة بتوصل للمحطة بس قبل ما بتهاجم القطر كل الركاب بيخرجوا لكنهم ملثمين، وفي الاثناء بيحصل انفجار وضرب نار بيلهي الشرطة تماما لحد ما ينجحوا ان هم يهربوا. وبتوصل الفلوس فعلا لالاف المزارعين لسداد كل القروض بتاعتهم. وبيتضح ان شوال مش اقرع ولا كبير في السن اصلا، وبعت رسالة لخال مع بنته ان اسمه فخر العز، الاسم اللي لما سمعه خال ظهر عليه علامات القلق. اما البنات اللي معاه اصلا بقى مسجونات وبيرجعوا تاني للسجن بعد ما بيخلصوا مهمتهم. وشوال اصلا هو اسد حارس السجن اللي هم مسجونين فيه. وبيتعرف بالصدفة على نهال قائدة القوات الخاصة، وبيحصل اعجاب من اول نظر. واثناء ما وزير الصحة بيخطب في الناس، البت خوخة بترقعه طلقة في كتفه، وبيخطفوا فخر العزة ويوديه على مستشفى حكومي يتعالج فيها. والبنات بيطوقوا المستشفى كلها بالمتفجرات، ويطلع فخر العزة لايف مع مدير المستشفى اللي بيقول له ان احنا محتاجين اجهزة ودكاترة وجراحين وقطن، لان المستشفى ما فيهاش اي حاجة نقدر بيها ننقذ حياة الوزير. وبيتواصل فعلا مع نهال ويقول لها ان هو عايز المدير السابق للمستشفى دي علشان يعترف للناس كلها على اللي حصل قبل 3 سنين، والا هيترحموا على وزير الصحة. وبيتضح ان وزير الصحة هو جوز اخت خال اللي بيجبر المدير السابق ان هو يطلع ويقول الحقيقة علشان ينقذ جوز اخت. وبيعترف ان قبل 3 سنين وصل 60 طفل للمستشفى مصابين بالتهاب في الدماغ، وكان لازم يتركب لهم انابيب اكسجين، لكن ما كانش فيه انابيب في المستشفى. ولما الدكتورة ايمان بلغت المدير ما اهتمش اصلا، ومات ال60 طفل فعلا. وعشان هم يطلعوا منها زي الشعرة من العجينة اتهم الدكتورة
إيمان إن هي كانت تحت تأثير المخدرات، وهي اللي أهملت وتسببت في موت 60 طفل واتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. بالتالي بيطلب فخر العزة من نهال إن يتم تزويد كل المستشفيات بالأجهزة الطبية اللي ناقصاها في ظرف 5 ساعات بس، وإلا هيسيب الوزير يموت. وبالفعل بيتم تزويد المستشفيات بأنابيب الأكسجين والأجهزة اللي ناقصاها، وبيصبح فخر العزة بطل قومي في نظر الناس. لكن فجأة بيتم الهجوم على المستشفى، والبت نهال بتضرب البنات كلهم، لكن بيفرقع فخر العزة كل القنابل ويظهر نفسه لنهال، وبتحاول نهال تضربه لكنه بيتفادى كل ضرباتها وكأنها بالنسبة له والبنات بتسيطر على الهليكوبتر بتاعة القوات الخاصة وبيهربوا كلهم، لكن بتنجح نهال تخطف القناع بتاعه. وبتحاول الشرطة ترسم صورة ليه علشان يستدروا عليه، صورة قريبة قوي لأسد اللي خلاص بيتجوز نهال، وبيحاول زميلها يكلمها علشان يبلغها، لكن بنتها بتقفل تليفونها. ولما بيوصلوا البيت بتفتح موبايلها وتكتشف ان أسد هو فخر العزة، ورفعت عليه السلاح وضربته بالنار في كتفه. لكن فجأة بتظهر مجموعة مسلحة وتضرب النار على البيت، وبيخطفوا الاتنين، وبتتضح ان اخو خال هو اللي خطفهم وبيضرب النار على نهال قدام اسد. لكن البنات بتحدد مكان اسد وتروح علشان تنقذه، وخلاص اخو خال هيقتل نهال. لكن فجأة شومة بتضرب فيه وبيظهر فخر العزة الحقيقي، وفي بقه سيجارة ملحوظة التدخين مضر للصحة، وفي ايده كوريك، وينزل فيهم كلهم ضرب وتيخ وطاخ وتخ اثناء ما هو بيسبرس، وبينجح ان هو يخلص عليهم كلهم في مشهد سينمائي مبدع، وبياخد اسد ويقتل اخو خال. ولما البنات انقذت نهال قدرت تتعرف على الدكتورة ايمان، بالتالي عرفت ان البنات اللي بيساعدوا اسد هم مسجونات في السجن. بالتالي بما ان هي مرات اسد قدامهم، فهي هتدخل السجن كمسجونة وتحاول تعرف منهم كل حاجة عن مكان اسد علشان يمسكوه. ولما بتدخل السجن البنات بتقول لها ليه اسد عمل كده، لان قصته بدأت من ابوه فخر العزة الحقيقي وامه اشوري. فخر العزة كان ضابط في القوات الخاصة، وهو وفريقه رايحين لمداهمة مجموعة من الارهابيين علشان ينقذوا 40 راس و6 ضباط شرطة. لكن وهم هناك فجأة لقوا اسلحتهم مش بتضرب وبتعلق، وبيضطروا ان هم يحاربوا بالسكاكين والخناجر، والارهابيين بيحاصروهم في زنقول. لكن واحد منهم بيقرر يضحي بنفسه ويفجر الارهابيين علشان يدي فرصة لزمايله يهربوا. لكن اثناء تكريمهم بيتكلم فخر العزة ويقول لهم ان رجال الشرطة اللي ماتوا بنفس الاسلحة اللي كانت معاهم ومن نفس الشركة، الاسلحة اللي بتعلق ومش بتضرب، بالتالي كانت السبب الرئيسي في موتهم هما ومجموعة من افراد فرقته. بالتالي بيطلب من القيادة العامة ان هي تحقق في الموضوع ويعرفوا مين السبب في صفقة الاسلحة الفاسدة دي. وبيتضح ان اللي ورا صفقة الاسلحة الفاسدة هي شركة خال. واثناء استجوابه بيقول ان العيب مش في الاسلحة، العيب في الجنود دول، لان هما ما اتدربوش كفاية على الاسلحة المتطورة دي، يقصد ان هما بهايم يعني. لكن فخر العزة بيقدر يثبت قدامهم ان السلاح بيعلق فعلا ومش بيضرب النار، وبيقول له احنا جنود بندافع عن الوطن، احنا مش بهايم، انت البهيم. بالتالي الجيش بيحظر شركته ويوقف كل التعاملات معاها. لكن لما بيرجع بيته بيقتلوا كلبه ويضربوه ويخدروه وياخدوا خال على طيارته ويضربوا خال بالنار ويقع من الطيار ويروح على القرية اللي كانت في اول الفيلم. وفي الاثناء شرطي فاسد بيحاول يجبر اشوريا انها تمضي على اعتراف ان جوزها لقوا عنده فلوس ومصدرها ان هو بيسرب اسرار عسكرية، لكنها بترفض وتقتله هو وصبيان. لكن الشرطة الفاسدة بتقبض عليها ويتحكم عليها بالاعدام. لكن قبل ما ينفذوا الحكم بيكتشفوا انها حامل ولازم تولد الاول ويوصل ابنها لعمر 5 سنين، بعدها يتم تنفيذ الحكم. وبالفعل بتربي ابنها وتحكي له كل حاجة عن ابوه اللي قتلوه. وبعد ما بيتم ال5 سنين بيعدموها، وحارسة السجن وقتها بتاخده وتربيه لحد ما يكبر ويبقى اسد. ولما اسد بيفوق بيكتشف ان الشرطي اللي قبله في المترو هو الواد الصغير اللي قال ابوه في القرية وال10 دول اللي عرف لك انت مين، وجمع له فرقته القديمة في الجيش. لكنه لحد دلوقتي فاقد الذاكرة ومش فاكر اصلا هو مين. لكنه بيقول لابنه جايز اكون مش فاكرك يا ابني ومفيش جوايا مشاعر ناحيتك، لكن خليك واثق اني هكون جنبك للنهاية. لكن في الاثناء بيتضح ان نهال كانت محاطة برجالة شرطة فاسدين شغالين اصلا مع خاء، وبيشوفهم اسد وفخر من كاميرات المراقبة ان هما بيقرروا قتل نهال هي وبنتها. وبيروح فخر وفرقته علشان ينقذ بنت نهال، وبيروح اسد على السجن عشان ينقذ نهال نفسها. وبيدخل فخر دخلة فانكي قوي ويخلص عليهم. واول ما بتشوفوا البت بتقول له بابا، وبيسأل هي دي كمان بنتي ولا ايه، لكن هما بيأكدوا له لا دي مش بنتك. لكن في الاثناء كل
رجالة الشرطة خلاص بتحاصر أسد، لكنه بيفتح الزنزانات ويطلق كل المسجونات على رجال الشرطة، وبينجح ان هو ينقذ نهال. لكن واحدة من البنات بتاخد طلقة ويحاولوا ينقذوها لكن مش بيلحقوا وتموت. وبتقرر المجموعة انها تهاجم الحاويات اللي هيتنقل عليها فلوس خالص، وبيروحوا يهاجموا الحافلات فعلا، لكن بيكون معاهم عربيات جيب مسلحة. وبيوصل فخر الفانكي وفرقته اللي بيخلصوا على عربيات الجيب بكذا طريقة مبتكرة وفعالة. ولكن لان جده فانكي وبيزهق بسرعة بيجري لقدام ويولع موتوسيكل ويفجروا فيهم كلهم خرابي على الروان. لكن بتظهر مجموعة عربيات تانية مسلحة، وجده بيقول للأسد روح يا ابني انت وسيبنا انا والرجالة. وبيمسكوا ازايز المولوتوف ويولعوا فيهم ويرموا لهم زنابيق تخرم كل الكاوشتات بتاعت عربياتهم. لكن مجموعة منهم بتطارد فخر ويزنقوه على قمة جبل ويمسكوه. وبيظهر أسد في هيئة فخر العزة لايف للإعلام ويقول لهم ان هو استولى على السجن. بتحاول الشرطة تدخل السجن لكن في ألغام حوالين السجن كله، وبيطلب من المفاوض ان الحكومة تغلق كل مصانع خاء بالشمع الأحمر، وبيتم ده وسط فرحة كل الأهالي. لكن بيوصل خال السجن ومعاه فخر تحت تهديد السلاح، ويجبر أسد إن هو يرمي الأسلحة، وحبس فرقة فخر وحبس البنات. وخلاص هيقتل فخر قدام ابنه وبيضرب المسدس لكن الطلقة ما طلعتش. بس الصوت ده بيفكر فخر باللي حصل، وفي اللحظة دي بترجع له الذاكرة وبيسمع صوت أشوريا في عقله، وبيتحول بعد ما كان شخص مش حاسس بحاجة وعنده سنة اللامبالاة لشخص ما عندوش غير رغبة واحدة هي الانتقام. وبينجح هو وابنه يخلصوا على كل رجالة خال، وبيضرب عليهم خال بومبا لكنهم بياخدوا ساتر منها. وبيضرب فخر خال ويفرفروا لكن بيظهر له العملاق رجل خال اليمين، ما ينفعش اقول دراعه اليمين. وبيضرب فخر وفخر مش بيطوله اصلا علشان يضربه، لكن بيتدخل اسد ويضربوه هما الاتنين وبينجحوا ان هما يفسوه. وبيشنقوا خال في الاخر علشان يموت نفس الموت اللي ماتتها اشوريا. ادعوا معايا ان ربنا ينصر اهلنا في غزة ويرحم كل شهداء، عسى ان تكون ساعة استجابة. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو علشان نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.